لكل كار اسرار. وضيفتي النهارده بغض النظر عن ان احنا صحاب جدا وعلاقتنا دايما حلوه وعلاقتنا دايما ما فيهاش الحاجات بتاعت الناس اللي في كل شغلانه او في كل كار، لكن انا بحبها جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني كمان. شايفها من الناس الشاطره جدا في حتتها، ومش عارف هي تتحسب على اني كار في الاتنين اكتر، لكن انا هحسبها على كار ال الاعلام اكتر منه كار التمثيل. واحدة من المميزين جدا في كارها والنهاردة برغم ان احنا بقالنا سنين نعرف بعض، لكن لأول مرة نطلع مع بعض في حاجة. ضيفتي النهاردة هي النجمة مريم أمين. يا مريومة أنا مبسوط. حبيبي، ربنا يخليك يا رب يا كريم. يعني اولا ميرسي ومبروك، وعامل حاجة لطيفة ظريفة خفيفة. أيوة. وفعلا انا شفت اول ما جيت قلت لك احنا ازاي كل ده صحاب، وازاي صح. ما اشتغلناش حتى مع بعض، ولا يعني الهوا. مش استضفنا بعض وبتاع، ما قعدناش جنب بعض في اي حاجة صح. يعني. صح. بس يعني انت تقدر تقولي تعالي اجي على أنا طول. اللي المفروض أشكرك مش أنتي. لا أنا يا المفروض حبيبي، أشكرك إنك يعني وافقتي على دعوتي لا خالص، ده ومنوراني. انا مبسوطة والله العظيم وانا جاية. وأنا كمان جدا مبسوط جدا يعني النهاردة. طب هتعمل فيا الأول ايه بقى؟ فاكرة أول مرة اتقابلنا فيها ولا مش فاكراها؟ اول مرة اتقابلنا فيها اول مره اتكلمنا. يعني ممكن نكون اتقابلنا وما سلمناش على بعض او ما نعرفش بعض قبل المره دي، بس انا في مره احنا وقفنا واتكلمنا وكانت دي اول مره نتقابل فيها. مش فاكراها؟ طب قولي. في يوم المؤتمر اللي كان معمول علشان يتم الاعلان عن انضمامك لنجوم اف ام، اوكي. وانا كنت موجود قبلك بشويه. اه كنت من ضمن الناس اللي ده موجوده. كان هقول لك ده كان نوفمبر 2015. صح كده. دي كانت اول مرة نتكلم. اول مره نتكلم كده فيس تو فيس، وازاي اخبارك ايه وعامله ايه. ما كناش سلمنا على بعض قبلها او قبلها حاجة. ممكن، بس ما اتكلمناش او يعني مش اوكي. فاكر احنا اتكلمنا في حاجه او. طب بس دي كانت أول مرة. والفيرست امبريشن كانت ايه؟ انا كنت دايما طول الوقت شايفك ان انتي مش شايفه نفسك زي ما ممكن يبقى ده الانطباع اللي متاخد، عشان انا بيتاخد عني انطباع كده برضو وانا مش كده يعني، او ممكن اكون كده شويه بس يعني. بس قصدي ان انتي لا، ما لقيتكيش، انا لقيتك متواضعه زياده عن نجوميتك. فاهم حاجه؟ يعني انتي نجمه وحلوه، فليكي إلهي معجبين. يسترك والله انا بكلمك ويوقف لك كلام ولاد طالع من الحلال قلبي يا والله. حبيبي. فممكن واحده مكانك تشوف نفسها، بس انت مش شايفه نفسك. حتى على زمايلك وصحابك وبتاع، انت ممكن يبقى عندك حته كده اللي هو انا جامده وعارفه الناس دي، بس انت ما عندكيش الحته دي. لا الحمد لله ما مش عندكيش الحته عندي. دي، فاتبسطت جدا يومها و... واحنا من ساعتها واحنا صحاب يعني. يس، احنا من ساعتها واحنا صحاب، وانا اليوم ده كان حلو على يعني فكرة. بقالنا 9 سنين صحاب والله. ده احنا ما كده شاء الله. هنتم 10. ده عمر يعني. اه امم اه وهي البداية كانت فعلا في المؤتمر ده. انا كنت حاسة، على فكرة انا كنت مخطوفة جدا في اليوم ده، معرفش ازاي. حسيت شويه، معرفش ازاي بس حسيت شويه. لان كان عندي كركبة قبلها على طول. كركبة في حياتي. وغير الكركبه انت داخله على مكان هو كلكم عارفين بعض. لا، وليه خصوصيته. يعني مكان مش اي حد يقول انا رايح اشتغل في نجوم اف ام يحس انه ده مكان. وده اللي كان متصدر فعلا. عايزه أيوة. اقول لك ان كان بيتصدر في الاول خالص اول ما رجعت مصر. فكان بيتصدر لي دايما ان نجوم اف ام ابعادي، ومكان مش لذيذ لا للشغل، ومكان دول ليه ناس وفي شله وبتاع. ما اتقال لي نفس الكلام. شله، وان انتوا التناكه العظمى، وان انتوا اساسا ناس ما يعني بتحبش حد ومش عاجبها حد تكلموا من مناخيركم آه. وبتاع وكده. فده اللي كان الانطباع. فلما حصل اللي احنا هنبقى مع بعض دي، فانا كنت رايحه اللي هو حاطه ايدي على قلبي، يا رب يا رب ما يكونوش وحشين يا رب. وبعدين اهو 10 عادي. سنين. عادي. لا ده انا بالنسبه لي ده اكتر مكان بروفيشنال انا اشتغلت فيه في مصر، to be honest. والله. والله العظيم. اوكي. يعني من دخلتي للمكان للاوفيسز بتاعتنا، سواء في الاداره او حتى في الاستوديوز او كده، زي دبي بالظبط. انا بحب النظام والسيستم، انا بحب ده، انا حلو. بحب ده المكان. طب الاشخاص في المكان او عامه في الشغلانه بتتعاملي ازاي؟ في الراديو عندنا الاول في نجوم، وبعدين اشرحي لي بقى في الشغلانه كلها انت بتتعاملي ازاي في الكار ده.
يعني بتتعاملي زي ما بتتعاملي مع صحابك اللي من مدرسة او من نادي او قرايبك اللي هم في سنك او كده، ولا بتتعاملي بحسابات وبتتعاملي بترتيبات بتتعاملي بص، ازاي؟ انا لو كنت بتعامل بحسابات ما كانش ده بقى حلو. عشان نبقى واضحين. وش كده ماشي. لا، ما بعرفش. انا بتعامل هي مريم هنا، هي هنا، هي هنا، هي هنا. الكار عموما او فكرة الضوء والشهرة والعلاقات وكده، انا خدت الحاجات اللي تمشي معايا. ماشي. انا ما روحتش للعالم ده وسبت له نفسي، لا، ما عرفتش اعملها. انا خدت الحاجات اللي تليق عليا، وخدت الحاجات اللي هي بحسها بقلبي، ويعني اللي اتكعبشت فيهم واتكعبلت فيهم كانوا الاشخاص، ماشي. مش الفرص ومش الحاجات اللي انا اخترتها. الفرص والحاجات اللي انا اخترتها لا، انا مصدقة ده وده شغال، ماشي. فتمام. الاشخاص واعرين قوي. الاشخاص يعني انت طب ونصيبك بقى، ده ما طبعا بطيخ، ما ده طبعا بطيخ. طبعا جدا جدا، اه بس الكار ده بالنسبة لك لو قسمناه جزئين، الكار نفسه بالشغلانة، بظروف الشغلانة، بظروف البرامج والقنوات والمحطات والحاجات دي كلها، الشغل في الكار ده سهلة ولا محتاجة مواصفات شخصية معينة؟ قبل ما اسألك على اشخاص، بس الشغلانة دي اي حد نفسه يشتغلها، اي حد اشتغلها وخرج منها، اي حد لسه مكمل فيها بيسمعنا وبيتفرج عليكي وانتي بتفصصي بقى الشغلانة نفسها، الشغلانة دي محتاجة ايه؟ محتاجة يكون عندك انت ايه عشان تعرفي تسلكي فيها؟ شطارة. شطارة شغل. شطارة، محدش يعرف يجي بقى في الحتة دي ويعمل لك حاجة. ده اول حاجة في الترتيبات طبعا لازم تبقى ثابت نفسك، لان انت مش ضامن الاشخاص، بس انت ضامن نفسك وضامن شطارتك وضامن تجربتك وشغلك على نفسك، وده ده البطاقة ده بتاعتك وانت المدخل. ده الباس. ماشي طيب ده حلو. الباسبور الى الاولاني. جانب الشطارة محتاج ايه تاني؟ مواصفات شخصية الى جانب الشطارة، ذكاء مثلا اجتماعي جدا، آه او عبقرية اجتماعية يعني. انا مش شاطرة في ده. ماشي. انت مش شاطرة اجتماعيا. ماشي. كنت شاطرة. مع اني بحسك شاطرة في الحتة دي. كنت شاطرة. ماشي. كنت شاطرة، بس لما الأوضاع اتغيرت أنا معرفش حد دلوقتي. اوضاع ايه؟ المجتمع. الدنيا كلها حواليا، فاهم؟ ما اعرفش الناس الجديده، ما اعرفهمش. انا اعرف الناس اللي انا اتربيت في وسطيهم واساتذتنا الكبار، والناس اللي انا كبرت مثلا. لاتسين قعدت على فكره نقول مثلا في ماسبيرو 4 سنين مم. بس. كنت ببقى طايره من الفرحه لما بيبقوا عارفيني بالاسم، اساتذتنا الماسبيرو انت الكبار. دخلتي ايه؟ نيل منوعات؟ منوعات. إيه سنة كام؟ في البدايه احنا كنا احنا 2000 الليله احنا انا اول هوا طلعت وانا كان يعني 2001 مثلا. 2000 يمكن 2000. اخر 99. 2000 هنقول 2000، من 2000 ل 2004. يس. انت خرجتي وانا دخلت بعدك بسنتين. فعلا. والله. بس تمام ماشي. اه فانت دخلتي ماسبيرو، اتأسستي في ماسبيرو. يس. حلو كده. وبعد كده بقى انطلقتي للفضائيات وبتاع، هندخل اكيد في ده، بس انطلقتي للفضائيات من خلال ماسبيرو. فماسبيرو ده اللي اداكي الانطباع الاول عن الشغلانه. صح كده؟ وهو اللي فتح ابواب في حتت تانية، لان لما بتتاخد وانت معتمد في تلفزيون بلدك يعني كتير. في تقل، يعني اي حد كنت وبالذات في الفتره دي. هي الفتره دي. هي الفتره دي. صح. انا عايزه اقول لك على حاجه، انا لغايه دلوقتي اجازه بدون مرتب وبروح ادفع التامينات وكل حاجه، فيفضلوا يقولوا لي طب انت يعني انت، اقول لهم ده تلفزيون بلدي. فانت في يوم من الايام ممكن ترجعي تاني لتلفزيون بلدي؟ انا اتمنى ان التلفزيون يرجع تاني. اوكي. انا اتمنى ان تلفزيون مصر، تلفزيون ماسبيرو يرجع لغاية الوقت اللي كنا كلنا منورين فيه، وقت البيت بيتك، وقت مصر النهاردة، وقت ما كان كله حصري على التلفزيون المصري. ماشي. كله كان بيتاخد من عندك. اوكي. يعني كنت انت وهم ينافسوك. صح. وكل اللي اسسوا القنوات الفضائية اصلا طالعين من التلفزيون المصري. طبعا. وعلى فكرة وكل الاساتذة اللي بره كمان، إلا لما تلاقي حد كان يعني عاش في خير ماسبيرو، أو في أساتذة من الأساتذة بتوعنا كان بيدرس لهم الإعلام في بلدهم، أو في كان هو اللي في الإدارة الفلانية في دبي أو في الشارقة أو في لازم أوكي. تلاقي مصري موجود. ماشي. الشغلانة نفسها محتاجة شطارة ومحتاجة ذكاء اجتماعي، ده انت مش لاقيه عندك او ما مؤخرا يعني عندك. مش عارفة أقول مش موجود ولا لأ. أنا بعرف أبقى يعني أعرف أتعامل في نطاق سيستم. ماشي. مفيش سيستم يبقى مفيش شغل. يعني أنا معرفش إن إحنا يعني
لا يعني انا وانت دلوقتي صحاب وحبايب وكل حاجه، ما دي علاقات طبعا. طيبه وكويسه وكل حاجه، اعرف اعمل ده، ماشي. بس ما اعرفش ابقى بصاحبك عشان شغل ايوه، يعني، او ان ما ده احنا مش ذكاء هنخدم. اجتماعي. يعني انا بشوف ان العلاقات دي بتنشأ انه الناس اشتغلت ارتاحت بقوا صحاب، فاهم. ونكمل بقى العلاقة دي سواء في الصحافة، سواء في برودكشن، سواء في وات ايفر، ماشي. بس لازم يكون في حاجة زرعتها، بس ما نلزقش في بعض عشان المصالح. انا ما اعرفش اعمل ده، موافق جدا. ولا شلالية، ولا نسهر واخرج عشان واضيع الشغل. عمري علشان خاطر يمكن تيجي فرصة طايرة. ما سوري، مش هعرف بتاعتي اعمل ده. صح. بس لعلمك الناس اللي عندها حاجة هي اللي ما بتعملش ده. انا مقتنع بان اللي بيلجأ لده هو اللي ما عندوش امكانيات، اللي انت قلتيها في الترتيب الاول اللي هي الشطارة. الشطارة هي المدخل بتاع شطارة الشغلانة وتركيز دي. على نفسك. تركيز، لان احنا عددنا كبير قوي قوي، لو قعدت تركز مع كل الناس انت هتضيع. شكرا، هتضيع وقت كتير. لازم تبقى عارف قيمتك. حلو. الاشخاص بقى اللي في الوسط اللي في الكار، شايفة انه الصح والصحي اكتر ليك انت لمريم انها ما يبقاش عندها صحاب جوه الوسط كتير مؤخرا؟ الزمايل والمعارف اكتر؟ مؤخرا زمايل ومعارف، يعني حبايب لطاف من بعيد لبعيد. من بعيد. اوكي، علاقتنا كويسة لو اتقابلنا في مكان بتاع مناسبة حاجة كده نتكلم نقول حاجة. مؤخرا يعني بقت 100% اكتر من الصحاب. صحاب يعني انتي صحابك مين يا مريم؟ صحابك في اللي هم صحاب المدرسة والنادي وكده؟ طبعا صحاب المدرسة موجودين، وصحاب من الجامعة موجودين، وصحاب من المعادي والنادي موجودين. دول اللي هم القريبين. بص، القرب والبعد ده بيبقى على حسب التوقيت واللي لممنا ايه. الغلاوة ثابتة يعني. ممكن في ناس اقابلهم في الصيف بس طول الشتاء هم في وادي وانا في وادي. في ناس تانية لا، ممكن اقابلهم في الجيم، فنبقى احنا دول شلة الجيم بتاعتي اللي مش عارف ايه وبتاع. كلهم غاليين وكلهم حلوين، بس انا مش بتكلم على الغلاوة هنا، انا بتكلم على القرب اللي هو احنا عارفين اخبار بعض وبننصح بعض في حاجاتنا. بيتغيروا يا كريم، كله بيتغير. بيتغيروا طبعا. اوكي. وانا شايفة ان ده برضو مش معناها ان في ناس لما بتبعد انت عنهم هما كانوا صحاب مرحلة ما ومش انت اللي مشيتهم. الحياة ممكن الحياة، ممكن تصرفات منهم، ممكن انت ما بقتش مرتاح، انت اتغيرت. ممكن هم اتغيروا. يعني احنا مش ثابتين. احنا كلنا بنتغير. انا ممكن ابقى بالنسبة لهم مش مناسبة دلوقتي. كنتي مناسبة وما بقيتيش. ممكن يعني مش بقول ان دايما اللي قدامي هو المقصر يعني، بس انا في جزئيتي اللي اعرف احكم عليها ان انت كنت حبيبي وصاحبي ودنيتي وسري معاك. لما حسيت ان انا مش مرتاحة، انا مش مجبرة ان انا افضل يعني بعاملك كده وانا شايفة منك حاجة تانية. فشكرا. انت مقتنعة بمقولة مع عدوك ابن كارك؟ مع بعض نماذج مروا في حياتي مش مع كله. مش لا، في ولاد كار جدعان ورجالة وما شفتش حماية كده. بيحبوني يعني. وعلى فكرة مش اللي معايا من زمان خالص. مش اللي معاكي من زمان؟ لا. اوكي، بس عامة المقولة دي صح في اي مجال؟ عدوك ابن كارك. لان الاسباب فيها غيرة، الاسباب فيها نفسنا. النفوس تعمل كده. طبعا. وبعدين انت ممكن تكتشف انه عدوك ابن كارك من نظرة عين. يعني من تون صوت اللي هي غيرة يعني. طبعا. نفسنا يعني عارف اللي هو مبروك يا كريم. كنت تجنن. غير لما اكلمك واجري عليك وابقى فرحانه بيك واكتب لك بوست وبتاع في من القلب. في حاجه بتبقى طالعه من القلب فانت بتحسيها وما عليهاش كنترول. طلعت من القلب ما عليهاش كنترول، بتبقى صح. كل الصدق فيها. انت عارفه بمناسبه الموضوع ده انا افتكرت حاجه حالا. كنت انت وباباكي من اكتر الحاجات اللي بسطتني والله العظيم يا مريم، من اكتر المكالمات اللي جات لي وبسطتني جدا لما دخلت اون سبورت. انا فاكر كويس قوي ان انت كلمتيني وفي نفس المكالمه دي باباكي كلمني.
والله العظيم لو تفهمي او تحسي بحجم الانبساط يا اللي حبيبي ده حسيته. هيتبسط قوي دلوقتي لو لانه شاف. لا اصل بجد انا قلت لك وقتها الكلام ده، صح. بس انا حسيت من الكلام من القلب. ما احنا طول الوقت بنسمع كلام حلو، بس الكلام اللي بيبسطك قوي اللي طالع من جوه قوي. فانا حسيت انه بجد اولا هو مش من النوع اللي بيعمل كده كتير، لا مع اللي بيحبهم، وثانيا هو مش هيعمل كده غير لو بجد بيحبك او ولو شاف حاجة. ولو كمان شاف حاجه حلوه فعلا، فاهم يعني مش على طول يعني. وبابا في حته الكوره على فكره مزاجنجي. يعني ابويا مش بتاع كوره عادي، لا جنون كوره، جنون كوره. فهو وبعدين هو على فكره بيقيم دايما، يعني بيسالني عن الناس، تحس كده طول الوقت تعرفي فلان مش عارف ايه يسمع مني وابتدي يكون بقى هو صوره. ودايما على فكره هو وامي الاثنين يلفتوا نظري الحاجات. على فكره فلان سمعت انه تعبان اتكلمي، فلان سمعت ان في حاله وفاه تصلي، فلان. هم دايما كده، درجه في مره انا فاكره اني اتعصبت من الناس ما بتعملش معايا كده. اعملي انتي كده، تصلي، اسالي، تتشلك، مش مهم، انتي بتعملي محبه، سيبيها، ارمي المحبه. يعني ده بيتي، ده بابايا ومامتي، ربنا يخليهم لك يا رب. هما الاثنين جمال يعني. يا رب. ماشي. الناس شايفين مريم أمين ازاي في الوسط ده، في الكار ده؟ شايفين ازاي؟ يعني شايفينك اللذيذة الطيبة الحلوة، ولا بيشوفوا ده وبيشوفوا حاجات تانية فيها نفسنا، ولا بيشوفوا مثلا ان انتي ايه؟ يعني عايز اعرف انتي شايفة الناس بتشوفك ازاي؟ في بيشوفوني بعيونك زي ما انت قاعد دلوقتي ومستضيفني النهاردة، وشايف ان احنا يعني بنتكلم في حاجة انا ممكن اكون ليا مشوار ولو صغير فيها، وده بحسه وبفهمه. وفي بيبقوا شايفين حاجات، يعني بقول لهم ربنا معاكم طبعا. بسيبهم، يعني انا ما بشغلش دلوقتي. قبل كده اتشال واتحط واتضايق واعيط واتقهر وازاي وبتاع، دلوقتي انا هشغل نفسي بيك. وده بيحصل لك وفقا لاحاسيسك ولا وفقا لمواقف ملموسه فعلا، او حد جه قال لك؟ او انا احاسيسي دي حطيتها في التلاجة عادي يعني. في مجالنا ده ما ينفعش تبقى ماشي باحاسيسك ولا اللي هو انا حاسه ان هو كويس، انا حاسه انه ده شخص لذيذ، انا حاسه ان ده طيب. الحاجات دي بالنسبه لك اي كلام؟ ما هي دي ما اكلتناش عيش قبل كده يعني، لبسنا مطبات جامده يعني. اللي هو وعايزه اقول لك على حاجه، هو ان جنرال يعني عجبني قوي فكره ما تقولش على فلان مستحيل يعمل ده لانه بيعمل المستحيل. استنى بس استنى. فانا بقيت اللي هو لا، انا قلبي بيبقى عارف مين بيحبني الى حد كبير يعني. اشكر ربنا ان هو يعني، صدقني يا كريم، انا في ناس كان عندي انطباع في الاول، يعني مثلا انا شفت كريم خطاب مش مستريح له مثلا، يجي حد يقول لي لا انا بدي مثلا. طب وانت كنت شايفاني ازاي فعلا قبل ما تعرفيني، ولا او يعني لما عرفتيني؟ لا انت حد بره الكاميرا على فكره الناس ما تعرفش حاجات كتير عنك، دم خفيف شربات، وبعدين بحسك كده ابن اصول، ابن ناس. فرحانه بيك على الكاميرا جدا لما بتقعد في استوديوهاتك يعني فرحانه بان عندنا ناس موزونه كده. يعني انا بشوفك على الكاميرا وانت بتعمل، وساعات بتبقى ماتشات صعبة، يعني ساعات بتبقى حاجات كده ولازم تعمل يعني توازن بين الضيوف وبتاع، والكورة مخيفة يا جماعة، مخيفة وجمهورها مخيف، ولازم يتعمل له 1000 حساب، وللكومنتات بتاعتهم ولطريقتهم. هيحبوك هيكرهوك شكرا. فلا، تون صوتك وانت بتتكلم وطريقة كلامك، يعني انا ببقى مبسوطة ان عندنا في الكورة نماذج كده. ومش بقول كده عشان انت قاعد قدامي، يعني انا عندي كذا حد فعلا بحبهم وبحترمهم جدا جدا، وتجربتهم تجربة شيك. هسألك عن الاسامي. ماشي. ندخل بقى في الاختيارات. ندخل. بصي بقى يا ست الكل، اختيارات ايه؟ هقول لك بقى. ماشي. انا هديكي سؤال وهديكي 3 اجابات اختياريه. والله عجبوكي اشتري منهم واحده، ما عجبوكيش اقول لك انا الرابعه. ماشي، بس على شرط انك تقولي ليه اخترتي اجابتك عامه. طيب ماشي كده، ربنا يستر. من الناس اللي ليهم فضل عليكي في مشوارك ده كله، اكتر حد في ال3 دول حسن حامد
ولا درية شرف الدين ولا سلمى الشماع؟ لا استاذ حسن حامد طبعا. عمل لك ايه اللي عمله لك حسيتي انه بجد الراجل ده ليه فضل عليا؟ لا استاذ حسن حامد مش عمل لي انا لوحدي، استاذ حسن حامد اللي خلانا كلنا موجودين، عمل جيل. اوكي. وراهن علينا في وقت هو كان بيشوف انتقادات كبيره جدا من شويه العيال اللي جايين لابسين لبس ما يتلبسش جوه ماسبيرو، لان انت فاهم زمان كانت الحكايه عامله ازاي. طبعا. فاحنا كنا بالنسبه لهم شويه عيال صغيره جايين عاملين قلق في مبنى، مش اي مبنى. انت مبنى الدور السابع ده كان اللي هو بتاع المتخصصه ده كان يعني طفره. صح. فأستاذ حسن حامد ليه فضل علينا كلنا، وأب وإعلامي ما فيش منه كتير، ويعرف ازاي يديك البوش، ويعرف ازاي يقف جنبك، ويعرف ازاي يقدرك، ويعرف يحطك في مكانك فين. فلا أستاذ حسن ماشي. طبعا مع احترامنا لاسامي كتير، طبعا بس انا بكلمك على الثلاثه دول اللي انت قلتهم، بس يعني الناس التانية اوكي كتير. ماشي. في حد تاني طيب عايزه يعني تقولي له شكرا على انك اضفت لي؟ اديني اسامي كده. الناس يعني كل واحد مننا عنده علامات في حياته 3 4 5 من جوه بالذات في ماسبيرو، الشغل، بالذات في الشغل عامه، في الشغل في الشغلانه يعني. اوكي. طبعا استاذ حسن، وهقول شكرا لمدام سناء منصور لما اتنقلت لها برضو من المتخصصة، رحت لها وكان بقالي سنة بس في المتخصصة يعني، وطلبت نقلي. هي كانت مرحبة بيا من قبلها، يعني هي بعينها الإعلامية يعني، كانت شافتني في مناسبة كنت في فرح، راحت ندهالي قالت لهم انتهولي البنت بتاعت المنوعات. فأنا دهيتني قالت لي انت قاعدة عندك بتعملي ايه؟ تعالي وانا هخليكي نجمه. وانا ما كنتش مرتاحه قوي بصراحه في السنه اللي قعدتها في المنوعات يعني. فلما رحت she knows what to do يعني. هي مش واحده مستنيه انت هتقول لها انا نفسي في ايه، انزلي مهرجان السينما على طول، انت اللي هتطلعي تعملي لي تخطيط مش عارف ايه، وانت هتروحي فين، وانت هتروح فين. يعني واحده مطلعه برضو سامح عبد العزيز واحمد حلمي، ويعني لا ناس كتير. مطلعه اسامي الفضائيه يعني. برضو طلعت ناس كتيره جدا. لا الفضائيه كانت قويه 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 قويه، مش هزار يعني. صح. وطبعا استاذ عبد اللطيف المناوي لما كان رئيس قطاع الاخبار، لانه برضو عمل تجديد في قطاع الاخبار بشكل، وكان لامم ماسبيرو كله في صباح الخير يا مصر. يعني حاطط السينيورز وحاطط الجونيورز، احنا مع بعض كده. كان في كومبو هو عمله، قعدت تحت ادارته 4 سنين في صباح الخير يا مصر، فطبعا بكنله كل الاحترام. وفي بقى مؤسسة دبي للإعلام من أولها لآخرها يعني، دول في قلبي جدا، دول كل حاجة أنا وصلت لها كانوا هم السبب فيها. حلو. الإعلامي الأنجح في الوطن العربي من وجهة نظر مريم أمين هو عمرو أديب ولا مصطفى الأغا ولا توني خليفة؟ الأنجح مش الأشطر، أنا عايز الأنجح من وجهة نظر. مش بنتكلم هنا على الشطارة، 3 شاطرين 3 جامدين، انا بكلمك عن النجاح. ولو عايزه اجابه رابعه انت فهمتي القاعده بقى. انا هقول لك اجابه تلم الليله دي كلها يعني. يلا. كل واحد عنده اعلامي انجح من وجهه نظره. ماشي. يعني ممكن حتى بره ال3 اسامي اللي انت قلتهم مع الاحترام ليهم، وكل واحد طبعا ليه بصمته الكبيره يعني. فانا ممكن يبقى عندي حد، انت عندك حد. انا بشوف الاعلامي الانجح هو اللي بيعرف يقدم حاجه بصدق، وبيعرف يحترم الجمهور بتاعه لما بيفتح التلفزيون ويشوفه، وبيعرف يقدم له المادة الإعلامية اللي المشاهد العربي حاليا محتاج يشوفها. أنا بالنسبة لي ده كومبو المذيع. مين طب شايفاه انت من وجهة نظرك انجح اكتر واحد عمل التوليفة دي؟ ما بحبش اشوف الانجح والاول ونمبر 1 والكلام ده، لانه كل واحد موجود، فاذا هو ناجح في حتته. بس قصدي كل واحد فينا عنده ناس شايفهم انت شاطر، انت ناجح، انت جامد، انت غلس، انت يعني كل واحد مننا بيشوف الناس بطريقته. لازم اختار.
مش لازم من دول، اختاري عامه. شايفه مين مثل في الرجاله ناجح؟ اصل انت كمان اخترت 3 نماذج كل واحد فيهم بيقدم مادة اعلامية طب مختلفة عن التاني. طب دي ممكن تختاري حد رابع بيقدم حاجه رابعه. في اي حد عندك شايفه ان هو مثل ناجح في الاعلام؟ as we speak دلوقتي اه يعني. آه ممكن ابقى شايفة ابراهيم فايق. ماشي. يعني شايفة ان ابراهيم لما اخد فرصة كبيرة برعاية موسم الرياض، كان عليه تشالنج رهيب ان هو يثبت ان الرهان عليه صح صح. يعني. وشايفة انه يعني انا مش عارفة ابراهيم برنامجه بقاله قد ايه. مش كتير، بقاله يمكن شهرين او اقل. فانا ان انا الاقي محطة بتقوم اسمها MBC مصر 2، صح. كانت معمولة للإعادة، بتقوم على حسه. بتقوم على حسه زي ما كان عامل اون سبورت 2 برضو. صح جدا، لسه يعني اقول ابراهيم يعني انا بشوفه نموذج يعني ناجح وشاطر. وشاطر. فيعني اعتقد ان المستشار تركي آل الشيخ لما راهن على ابراهيم هو كان عارف هو بيراهن على صح مين، جدا. وشايف ودارس المشهد الاعلامي، لان الاسامي الاعلاميه اللامعه كتير. فان هو يراهن على الشخص ده يبقى هو عارف هو هيعمل بيه ايه وانه مش موافق جدا. هيخيب ظنه يعني. موافق جدا. وابراهيم يستاهل كل خير. موافق جدا. يعني والله. ابراهيم يستاهل كل خير وتحس كده ان انا مبسوطه انه مصري. يعني انا مبسوطه انه بيعمل الطفرات دي، وانه عامل بوند مع الناس في الشارع. لا الناس بتصدقه. يعني انت شايفه ان ابراهيم انجح مثل دلوقتي في الاعلام؟ انا بشوف ان ابراهيم رقم 1 في الاعلام الرياضي. ما هو انا دلوقتي انت دلوقتي بتقولي ما هو بس عامه في الاعلام بقى شايفه ان ابراهيم انت مثل. دلوقتي بتقولي على 3 نماذج مع مختلفين. مختلفين. انت اللي جه في بالي النهارده عشان اقول ماشي. انه فعلا ما هو عمل كده. ماشي. ربنا يديمها عليه. يعني هو عمل فلاش. صح. فما بتقولي النموذج الانجح النهارده في 2024 ابراهيم فايق. ابراهيم فايق. حلو. ماشي. في الستات، لو انت بتتفرجي على تجربه، تحبي تجربه منى الشاذلي ولا تجربه اسعاد يونس ولا تجربه لميس الحديدي؟ احب تجربه استاذه هالة سرحان. ماشي. الست دي اللي خلت المنوعات ترقص البيت المصري. صح. الست دي اللي كانت فهالة سرحان واحدة، هي براند. براند. طب عندي سؤال بذكر هالة سرحان، ايه اللي خلى هالة سرحان ما تكملش بنفس النجومية اللي كانت فيها، رغم ان هي كان الفرق ما بينها وما بين منافسيها مسافات يعني حاجة كبيرة جدا، لكن مرة واحدة ما بقتش موجودة على الساحة؟ تفتكري ليه؟ بص انا مش متذكره قوي اذا كان في سبب معين ولا لا، بس انا عندي انطباع كده ان لما حد بيسيب مكانه ويروح مكان تاني ما بتبقاش زي التجربه الاولانيه. يعني فكره ليه؟ طب ما انت لسه متكلمه على ابراهيم ساب اون تايم سبوتس راح MBC. ممكن يبقى حاله استثنائيه. ماشي. وانت فاهم الفاسيلتيز اللي تبقى موجوده وبتاع. اوكي. بحس كده انه فكره ما اعرفش، يعني لما حد بينتقل من محطه انه ممكن هنا اللي هيتعمل هنا هيتعمل هنا. ايه يعني ليه؟ الا لو في حاجات تخليكي تعملي تجربه اقوى بس كده. يعني اعتقد انه رجوعا لابراهيم لو احنا قارنا، لا هو دلوقتي تحس ان القماشه بتاعت البروجرام اكبر بكتير. صح جدا. وامكانياته بتظهر اكتر. ماشي. يعني انا ما كنتش مثلا بشوف ابراهيم ما كانش بيحلل ماتشات في قليل قوي كان بيعمل استوديو. دلوقتي انا بشايفاه وكان مسافر وجوه ملاعب عالميه. يعني حتى التجربه نفسها جديده بالنسبه له، فدي اضافه. بالظبط. فشايفه انه هالة سرحان يمكن التجربه وتنقلها من مكان للتاني هو ده اللي اخد منها شويه. يعني انا مش متذكره بالظبط. بس هالة، دكتور هالة سرحان، انا بقول لك احنا رمضان لما كان بيجي مع هالة سرحان واوعى ايدك والريموت كنترول. طبعا. لا انا بقول لك يا براند هي ليها يعني. وهي اول واحده عملت لك ميكس بين نجوم مش ممكن كنت تشوفهم غير معاها. صح. يعني استحاله يعني. فكانت لا الست دي جامده.
لو بتتفرجي على برنامج دلوقتي والتلفزيون يعني ما قدامكيش غير 3 قنوات تتفرجي عليهم، برنامج شغال لرضوى الشربيني، وبرنامج شغال لياسمين عز، وبرنامج شغال لأسماء إبراهيم، تستمتعي بمين أكتر؟ آه... 3 قنوات. بس التلفزيون علق. آه... هسمع الراديو. مش تتفرجي على التلفزيون أصلا ها؟ لا بس لازم اقول هنا حاجه، يعني ماشي رضوى احنا اتقابلنا واتكلمنا، ورضوى على المستوى الشخصي انا بحبها، ماشي وهي طلعت من الحته اللي كانت فيها قبل كده. اوكي، اللي هي كانت ايه قبل يعني كده؟ هي فكره حته السوشيال ميديا لما كانت بتاخد لها بتاعت اه الحاجات اللي هي فتلاقي البايتس ان هي كانت موجودة بكوميكس وبحاجات وبتاع، وبعدين لما بتبص شوية في البرنامج طبعا هي في نيرف عالي، نيرف عالي اللي هو اعملي ايوه وسوي مش عارفة ايه وكده. بس رضوى عشان انا اتكلمت معاها شخصيا وعارفاها، والحقيقة كمان بصراحة ساعات كتير ناس بتقصدنا، يعني لما بيكون في حد عايز يوصل لكريم، تعرفي والنبي يا استاذه مريم بس انا عايزه اطلع مع استاذ كريم الخطاب، عمرها ما كسفتني. يعني في ناس كان بتبقى بالنسبه لهم رضوى لما هيطلعوا معاها هيتشافوا كويس، فكنت بوصل لها وكانت بتهتم. انا ما اعرفش الاثنين التانيين مع احترامي ليهم، ياسمين عز او اسماء، ما اعرفهمش، بتمنى لهم التوفيق يعني، بس ما اعرفهمش. انا بس ممكن تحطي كريدت اكتر لرضوى لان اتعاملتي معاها شخصيا، فهمتي عشان ان اتعودت. اوكي. النوع ده من البرامج اللي هو فيه تصريحات مثيرة جدا وبتاع، انا عارف انه مش سكتك، بس بتشوفيه ازاي؟ اللي هو فيه ممكن تبقى التصريحات حتى مش عن قناعة، في حاجات بتبقى انواع من التصريحات مش عن قناعة لكنها ملفتة للنظر جدا، فبتشوفي انه ده علشان الفت النظر للبرنامج، عشان الفت نظر ليه، ولا ده اتجاه بياخدوا ناس كتيرة جدا مشاهير، مش شرط يبقوا مذيعين، في مغنيين بياخدوه، في ممثلين بياخدوه، في ناس كتيرة بتاخد حاجة غريبة وتكمل فيها علشان تفضل دايما لفتة النظر. تشوفي ده عادي ولا مادام مش سكتي فانا مش شايفاه عادي؟ انا شايفاه انه في مرحله ما ممكن يكون بدايه لفت الانظار، حلو، بس لكن هو مش المفروض ان هو يطول بعد كده، صح. ومش المفروض حتى لو النوعيه دي مطلوبه من الجمهور او جمهور يعني ده السبايسي بروجرام اللي عايزين يشوفوه، بشوف انه لازم يكون في طريقه، هي بالفرنسي اسمها رافينيه، مش عارفه اسمها، يعني عارف لما تبقى ديليكا قوي بقى، يعني طريقه قصدك اهدى من اللي هو انا ممكن اقول لك سؤال هو في حد ذاته قنبله، ماشي، بس هقوله لك ازاي. فاهم. والخط ده على فكره محتاج، يعني انا مثلا انا لازم اصدقك كلك على بعضك كحاله، فاهم اقصد ايه؟ يعني ما هو اللي جاي لي ده جاي لي برضاه، فانا مش يعني عايزه اصدق بقى ان انا الحاله دي بقى ان انا يعني بزنق الناس وبتاع، فهي محتاجه كاركتر. اوكي. فبس انا شايفاها ان هي سكه للناس اللي هي بتبقى بتخبط على باب انه يا جماعه انا هنا موجوده، انا هنا ماشي، بس ما تطولش فيها عشان ما ندخلش ولو طولت يبقى تطول بفريم بقى، فريم تاني يعني اوسع، فريم اقوى، مش اوسع، اقوى، واكون بشتغل انا على نفسي كمان، لانه لو هنفضل موسم ورا موسم هو نفس الحكايه، مش عارفه، بحس انه طب لا، ما انا ممكن ايه الجديد بقى يا جماعه؟ ممكن اعمل بقى نوع تاني من البرامج، وانا خلاص انا بقيت موجود، انا بقيت اوريدي خلاص، انا بقيت موجود والناس عارفاني والناس بتشوفني وكل حاجه، ماذا بعد؟ اعمل ايه بقى بعد كده؟ بس من البرامج اللي الناس بتحبها قوي البرامج اللي هي بتاعت ان انا اجيب نجم وزي ما قلتي ازنقه في الاسئله جدا، واجيبه يمين واجيبه شمال لحد ما اطلع الناس عايزه تسمع مش عارف موضوع جوازه وطلاقه وخلفته وبتاع. ففي 3 اتشهروا بالنوع ده من البرامج: وفاء الكيلاني، وبسمة وهبة، ورغدة شلهوب. تشوفي مين اشطر واحده فيهم في الحته دي؟ هي وفاء اللي ابتدت، هي مبدعه الجزء ده. وفاء ابتدت، وبعدين وفاء لعبتها
سهولنا وفاء برضه مم. انا بحبها. اه بس هي آه شاطره. انا بالنسبه لي هي كمان عندها ميزه كويسه قوي عن بقيه الناس، ان هي اللي بتحط كمان فكره البرنامج، فكره الاسئله، ده يعني لازم، الموضوع من ده اوله كان لاخره فكره، فاهمه؟ هو حتى لو مش she فكرتها، creates the own يعني the حتى whole the whole idea، فاهمه قصدي؟ وحتى لو مش ده، ماشي. بس هو لازم 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 المذيع، روح المذيع. ما احنا ساعات بنعمل برامج مش احنا اللي عاملين الاعداد بتاعها، اه يعني سبيشال لما تبقى مثلا حاجات بتبقى السياسيه القويه اللي الواحد كان بيعملها، ومثلا في صباح الخير يا مصر ايه فمش وبتاع. هينفع نهزر يا جماعه. بس انا هقوله ازاي؟ امم التاتش بتاعك ده بقى هو ده اللي يفرقك عن المذيع اللي قاعد جنبك، مش صح حتى جدا، المذيع اللي في المحطه التانية. صح جدا، ما هو الوزير هيتسأل صح جدا. او المسؤول هيتسأل، اساله ازاي واخد الاجابه الشافيه الكافيه ازاي. فوفاء كان عندها الوش البريء وتلاقي صح. سكينه في قلبك، فهي لعبتها من الاول. فهي دايما يقولك ايه يعني على وفاء الكيلاني، دايما في بيروت يقولوا لك ايه البروجرام على وفاء، لان هي ابتدت الطريق ده اه الطريق ده الناس بتحبه ليه؟ الناس في مصر بتحب الطريق، بتحب النوع ده من البرامج، حتى لو اتكرر هو بنفس الاسطمبة برضه هيتفرجوا، حتى لو انا مش عشان قابل المذيعة برضه هتفرج، فاهمة؟ صح عشان المجهول مرغوب. انا عايز اعرف القصه، احنا بنحب نحكي، اوي. احنا الكوافير ده واخد حياتنا، السشوار اللي ايوه بنتقعد ايوه، تحتيه ده وقفة رجاله السلم، وستات. عارفة وقفة الاسانسير اللي هي بعد ما اه قعدنا جوه 8 ساعات احنا قاعدين بره على السلم برضه 9 ساعات، اه فاهم؟ فهي فكره انه يعني الم الليله ازاي، وبعدين بيبقى حلو ان انا يعني ممكن عشان انت جايب لي السورس لنفسه، ماشي. يعني انت بتسال مريم انت جبت لي مريم بقى، اه تعالي بقى جاوبي، ويبان هنا اذا كنت انا كدابه، ويبان اذا كنت انا منافقه، ويبان اذا كنت صح. انا بعمل ترند وخلاص بقى. فكمان الشخصيات بتبان، فالناس بتحب تشوف ده بتحب تروح للمنطقة دي. جدا جدا. شايفة ان النوع ده من البرامج بيبقى فيه شوية تطفل؟ دي شخصيه المذيع بقى، دي شخصيه المذيع. هو في كل الاحوال طول ما انا بسالك عن حياتك، اصل انا ضد، عايزه اقول لك على حاجه، انا ضد ان احنا ايه، اصل احنا متاحين للناس، لا احنا مش لا متاحين للناس خالص. مش متاحين خالص الناس، صح. ولا الفنانين صح جدا، وحياتهم صح جدا. متاحين، ولا المغنيين وحياتهم متاحين، ولا لعيبه الكوره متاحين. مين اللي يقول؟ احنا بشر، احنا في الاول وفي الاخر ناس، عندنا بيوت وعندنا اهالي صح جدا. انت عندك مراتك وعندك عيالك ومش عارفه ايه وبتاع. مين يقول ان انا ابقى مباح؟ انا مش مباح خالص. صح. ففكره ان انا يعني ما اخشش بقى لغايه غرفه النوم، يعني لا يعني. طب الغلط هنا على المذيع اللي بيعمل ده ولا على الضيف اللي بيقبل انه يروح لده؟ ما انا جاي لك برنامجك وانا عارفك كويس، ماني توكس. كاش بقى. في نجوم بتروح وريدي تمام، انا جاي في اي حاجه، انا جاي في اي حاجه ده فيها فلوس. وفي بيروحوا وبيبقوا لازم يعرفوا الاسئله، ماشي، ويشوفوا ويبقى مجهز بقى هيجاوب ازاي. بس الهدف الاول انه تمام الموضوع ما دام فيه فلوس انا هجاوب، وهيبان ان انا سالتك بس انت محضر اجابه تودينا ورا سور الصين العظيم، يعني لو المهم ان في البرومو انت مش عارفه ايه، فخلاص تمام. وفلان يفتح قلبه وعرفنا الاسرار كلها يا جماعه وتعالوا وكده. ما بنطلعش بسر واحد في، بس بيبقى حاجات يعني كله معروف، يعني ما فيش حاجه مش معروفه يعني. ماشي. عاجبني فيك ان انت حاطط لي الموبايل ومحضر لي بفتكر لك حاجات، انت بحر ملوش قرار انا والله بحر غويط، حرام عليك والله العظيم. المذيعين اللي مثلوا والممثلين اللي قدموا البرامج، الاول قبل ما اسالك على الاختيارات، بتشوفي انه الميكس ده طبيعي او الخطوه دي طبيعيه، انه مذيع يمثل او انه ممثل يقدم برامج؟ لو عنده الموهبه واي نوت، لو عنده الموهبه وجات له فرصه كويسه تمام ماشي. بشوف اكتر بتبقى يعني ممكن يروح للتمثيل وهيبقى الدارة في التمثيل. في الإعلام بقى لو ما عندكش حتة إنك تبقى مذيع، دي كارثية كارثية. طب المذيع اللي بيمثل الناس بتعتبر إن ده حصل له أبجريد، المذيع اللي بيمثل اللي راح مثل يعني كأنه عمل نجح في البتاع فراح زود خطوة وكده، لكن الممثل اللي بيذيع
بيبقى في اغلب الوقت سبوبة. ما اشتغلش، مش شغال في شغلانته، نعمل برنامج بقى مش كله لا. مش اغلب الوقت. في ناس بتبقى استغلال نجوميتها، انا راجل جامد جدا في حتتي فانا هعمل برنامج بقى اجيب النجوم واجيب البتاع. لكن في ناس بتبقى اللي هو انا رايح قناه تحت السلم وهعمل برنامج عشان انا ما بشتغلش في شغلانتي الاساسيه. فهل بتعتبري انه الطبيعيه الخطوه الاولانيه اكتر او المنطقيه ان المذيع ولمع والناس عرفته وبتاع فيروح يمثل عن التانية يعني؟ بس ما بقيتش احكم على التانية كمان. ليه بقى؟ عشان اللي بيروح في حتة ما بيبقاش ضارب حد على ايده. طبعا في ناس بتشتري هوا طبعا وبتشتري بلاوي وحاجات كده مداخلات وكله. بس انا دلوقتي بقيت بشوف ان الحياة صعبة وان انت عايز، انت من جواك حاسس ان انت تستاهل ان انت تبقى موجود، فانت عمال تدوحر وتجرب بالشمال وباليمين ويمكن تلقف في حتة يعني فمين عارف يعني. فما بقيتش الوم على حد بيحاول، بس ما يقرفناش معاه يعني. لو انت حاولت وما نفعتش شكرا بقى خلاص، ما تدفعناش الثمن، احنا بقى ابوس ايدك كفايه. انا شفت حاجات كارثيه الكام يوم اللي فاتوا دول. اسكت. والله العظيم استغربت جدا يعني. استغربت من اداره القنوات انها تسمح ان ده يحصل عندها. استغربت ان الشخص ده بيقبل على نفسه يعني. ماشي فاهم كويس قوي ظروف الحياه والحاجات وبتاع، بس في الاخر في حاجات بتقلل منك قوي فيعني فاهم قصدي. ما علينا. المذيعات بقى اللي مثلوا ونجحوا في التمثيل، انجي المقدم بالنسبه لك ولا نجلاء بدر ولا ناردين فرج؟ مين فيهم خضيتي من موهبتها؟ لا التلاتة حلوين. في حد تاني غيرهم؟ في حد تاني اكتر منهم؟ في حد تاني مذيعة مثلت نجحت جدا؟ استاذة نجوى ابراهيم. ماشي. طبعا. انت عارف ان انا طلعت معاها في بوجي في اسمه ايه بقلص. والله ما تهزرش. والله العظيم انا ما شفتها في نجومه في قلت لها مدام نجوى انا عايز اقول لك على سر. فقالت لي امر يا حبيبي. قلت لها انا طلعت معاكي في بقلص. ما تهزرش. عملت ايه في بقلص يعني؟ كنت طالعه بعيط جدا. كنت عمال ابص ورا الكاميرا عشان مامتي كانت واقفه ورا الكاميرا فعمال ابص وهي عماله تقول لي طب حبيبي خليك معانا هنا وانا مش فاهم انتوا بتعملوا ايه، انتوا مين؟ انا عايز اروح. لا انا استاذه نجوى ابراهيم، ودي حاجه كده عارف اللي هو الحاجه اللي تفضل حاجه حلوه كده موجوده. انا فاكره بقى بس انا ما روحتش البروجرام. ما رحتيش بقلص؟ ما روحتش. لا فاتك كتير قوي. بس كنت بحب بقلص جدا. وانا كمان جدا بالترتور بتاعه ده كان حاجه وصوته وكل حاجه كل حاجه يعني. فمدام نجوى ابراهيم انا يمكن قلتها قبل كده، انا اتعلمت اغسل سناني من مدام نجوى ابراهيم. والله ماما نجوى، لان هي كانت بتعلمنا في البروجرام بتاعها ازاي تغسل سنانك. كانت جارتكم او حاجه؟ لا فهي كانت قاعده في مره بتقول لبقلص يغسل سنانه ازاي. فانت اتفرجتي على بقلص عرفتي ازاي؟ فانا اتفرجت وان احنا نعمل فوق ونعمل تحت وجوه وبره وبعدين نيجي هنا. قلت لها وبعدين للحظه كده وفي نفس الاسبوع ده اللي كان حصل بقى. انا هحكي لك المشهد ده. ان احنا كنا راجعين من المدرسه. كنت في الفتره بتاعت لغايه ثالثه ابتدائي انا كنت ساكنه في الدقي، ما كنتش في المعادي. فكان اتوبيس المدرسه كان مروحنا وفجاه كلنا طالعين من الاوتو بنبص على ماما نجوى. هي كانت راكبه عربيه بي ام اي ثينك او حاجه وماشيه على كوبري 6 اكتوبر. نجمه جدا بقى نجمه. احنا يا لهوي على عملناه. الدنيا مقلوبه. فان ربنا يقعدني في مره ان استاذه نجوى تكون هي في الساعه اللي قبلي في نجوم اف ام وانا بعديها بساعه. عارف في لحظه كده يعني سبحانك يا رب على اللي انت طبعا انا قلت لها نفس الكلام يعني. انا مش قلت لها هي، بس انا بعد ما وقفت اتكلمت معاها قلت لها على بوقها. قالت لي ما تقعدش تقول كده بقى وتكبرني وبتاع. قلت لها لا خلاص دي زي القمر لسه وحاجات كده وبتاع. بس وانا ماشي عمري ما كنت اتخيل وانا رايح برنامج نجوى ابراهيم واحد من العيال الصغيره اللي قاعدين بيلعبوا مع بقلص ان انا هبقى بشتغل معاها في نفس المكان. وان هي ما بتتضايقش ان حد يقول لها ماما نجوى. يعني هي حتى لما بيكلموها في الموضوع ده يعني عادي يعني. فانت شايفاها اشطر او يعني افلامها لغايه النهارده ناردين فرج وانجي مقدم. مش فاكره اذا في حد تاني. ايوه نجلة برضو اللي كانت يعني تحول. يعني نجلة جت بعد فتره من ان هي مذيعه. صح.
يعني انجي انا لا انجي برضو قعدت فتره على الهوا، انجي مقدم كان في في او اون تي في في او الصبح. ايوه صح صح. لا لا يعني شايفه ان هما بالعكس لطاف، عملوا شغل حلو يعني، شغل اوكي. ما يضرش ان هما كانوا مذيعات. فاهم ماشي. ولو رجعوا يعملوا هيبقوا شاطرين برضو برامج مش هيكون ضررهم شغلهم اللي عملوه كفنانات. صح جدا. طب الناحية التانية المذيعين الرجالة اللي مثلوا، أمير اوكي كرارة، اوكي. عمرو يوسف، ولا حد تالت؟ مين تالت بقى؟ دي انا افتكر. هزنقك انا في الاوبشن التالت. افتكر معاكي يعني. مفيش حد تالت صح ولا في؟ انا تجربه عمرو كانت صغيره، كانت بروجرام واحد باين صح. كان على روتانا سينما بيعمل نشرة الأخبار الفنية. لا لا عمرو يوسف عمل برنامج بعد كده، عمل ايه بقى؟ برنامج على الحياة، كان بيستضيف فيه نجوم وبتاع. بس اعتقد هو امير كانت بدايته في الاول مع طارق نور، ستار ميك. فهو ما بيبعدش قوي يعني عن الموضوع. وكان بيلقط تمثيل مع الشغلانة الأولانية. انت عارف ان في 2 بروجرامز لامير اتعملوا على دبي. في الاول كنت انا هعمله، يمكن هو ما يعرفش والله؟ اساسا. والله يعني في 2 بروجرامز امير عملهم، بس فرحت ان هم راحوا الامير في الاخر. ماشي. يعني شايفه ان تجربه امير اطول في سهرانين. ماشي. وبحس ان هو ستار ميكر كان ليه ستايله يعني. وبحس ان هم حتى كلهم، انا شايفه انه ودلوقتي في احمد سعد وعمرو سعد هم بيقدموا. وعلى فكره مخضوضه من احمد سعد. ليه بقى؟ احمد سعد فاكك ولطيف وتحس هو دمه شربات في الحقيقه. هو بيقتلني بالقفشات اللي بيعملها. انا مش عارفه، وبيقتلني ضحكه على اللي هو بيقوله، اللي هو هيبقى بيجلط الناس اللي حواليه مش مشكله. بس لفت نظري احمد كمذيع. ماشي. انه بيسأل وبيتكلم وبيهزر فلا سايبين بصمه برضه. ماشي. وعمرو كمان نفس الكلام. عمرو يعني في التمثيل مش باين كل الهزار والضحك واللذاذه. عمرو ولا كريم ولا قصدي امير باين في التمثيل على حقيقته. عمرو يوسف حته سكر وجدع وطيب وابن عيله واصيل وما بشوفوش في حته غيره، بشوفه زي عمرو اللي انا اعرفه من زمان. امير طبعا اسم على مسمى. ايه افتكرت لك حد تاني. مين؟ اكرم حسني. ازاي كنت ناسيه ده؟ ازاي نسيناه ده؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض علينا. اكرم ماشي. هو السبب مش انا اسف خلاص. ما انت عارفه السن. انا لازم برضو اعلم جامد عن هو السبب مش انا. اكرم صح. اكرم بقى ايه يعني؟ لا اكرم انا ما اعرفش ازاي كان ظابط، ولا انا مش عارف، مش قادر اتخيله اصلا. وما اعرفش ازاي كان مذيع راديو، ازاي لا كان قادر. انا شفته بقى مذيع يعني. انا كنت بروح يعني قبل ما يبقى فيه شاشه، ازاي كان قادر ما يطلعش للناس. بص انا لما كنت بسمعه مع كريم الحميدي في البرنامج بتاع على نجوم اف ام كانوا رهاب جدا. اصل هما الاثنين اصلا طول الوقت كده، اللي هو هرمي عليك كلمه فانت ترد عليا بكلمه، دي تضحك ودي تضحك اكتر، فدي تضحك اكتر، فده يعلي على فاهمه. فانا طول الوقت كنت بسمعهم هما الاثنين. فلما بقيت بشوفهم قدامي بيعملوا نفس اللي بيعملوه على الهوا ده، فانا حبيت جدا خفه الدم اللي مش ما فيهاش مجهود. انا بحب قوي اللي بيضحكوني وهم سايبين ايديهم. صح. مش بيعمل مجهود بقى ويقعد يعمل كده ويجيب ويقلب عينيه لورا ويحول وبتاع عشان يضحكني، مش هضحك قوي. بس اللي بيضحك كده وهو سايب ايديه، انا بحب الناس دي. فاكرم كده. اكرم رهيب وحبيته حب مع احمد امين لما مثلوا مع بعض. حبيته حب في البدله مع تامر حسني. يعني حاسه ان هو الفاكهه الحلوه في اي عمل هو بيبقى موجود فيه. صح. طبعا ده بجانب البطولات اللي هو بيعملها. وحبي الاكرم انا معرفش هو يفتكر ولا لا، حبي الاكرم جاي من حته تانية بقى. انا بعشق يا كريم الناس اللي عندها كده سلام نفسي مع نفسها، وهي اللي تيجي تقولك انا بحبك او انا كنت ساعتها في دبي. انا طبعا عارفه الاسامي، كان لسه ما فيش ولا الابليكيشن ولا البتاع ولا اي حاجه. انا عارفه الاسامي كويس جدا يعني. فلقيت حد كنا سهرانين في مكان واكرم اللي جه سلم عليا وعلى الكلام اللي قاله ده زمان. انا حبيته حب
ماشي. حبيته حب، لان انا كنت شايفه ان هم معروفين قوي على ان هو يجي يعمل حركه زي دي، ان هو يجي يقول لي انا اكرم حسني، انا معجب بيكي جدا وانتي عامله شغل هايل في دبي. انا ده الحاجات دي ده كان شكله جاي عكسك. لا 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 لا, لا. بص هو بقى اللي بيغلط فيك يا اكرم مش انا ماليش حبيبي يا دعوه، عمو بقى. انا ماليش دعوه. لا كويس لا كده. وبعدين لا كان معايا ناس وبتاع، لا ما يعني بهزر معاك انت كمان، ليه خدتيها بجد لا كده؟ يعني اقصد هو كان جاي محبه. ماشي. فانا بقى بحب الناس دي قوي قوي اوكي. قوي. بتلاقيهم كتير الناس السالكه اللي يجي يقول لك على فكره شكلك حلو النهارده، لبسك حلو وشعرك حلو، عارفه الناس اللي هي بتبقى انا بيلفتوا بس نظري. بجد مش بيقولها لك كده يعني همبكه. لا هي بتبقى جايه من مين، هي دي الملفته، لان انت طول النهار بتسمع ساعات كلام لطيف. لا انا بتكلم جاي على من النوع مين؟ اللي زي اكرم، اللي هو حد برضو يعني ليه وفي شغلانتك وعنده حاجه. بص انا حصلت معايا 3 مرات في قمه السعاده يعني. مره كنا في تجمع كبير جدا في دبي، وكان ساعتها النجم تايم حسن كان عامل الملك فاروق، وستات مصر كلها طبعا هتموت في تايم حسن يعني حاجه بقى. فاحنا كان عندنا التيم بتاع سوالفنا حلوه كله، البرنامج بتاعنا كان موجود في الاحتفاليه دي. ففوجئت ان تايم حسن بيتفرج علينا وبتاع، واحنا كنا ساعتها لسه برضو فرحنا فرحه وعرفنا بالاسامي كان وبتاع. انا فرحت جدا جدا، احنا شايفينه بنتعامل معاه انه ملك فاروق، فاهم؟ وهو كان مكسر الدنيا. فيجي يقول لي بتابعكم وفين مش عارف مين وكريم فين وضحكتوني لما حصل كذا. انبسطت جدا. ماشي. ومره تانية كنت في المطار، فعرف طبعا صوت من احلى الاصوات اللي بعشقها في لبنان، يارا. طبعا. فلقيتها جايه عليا، انا كنت لابسه النضاره وبتاع، وانا في المطار ودوني انام، لان دايما طياره لبنان دي بدري او بيودوني في البدري يعني. فلقيتها جايه لي، كانت ساعتها برضو مكسره الدنيا. فلقيتها بتقول لي انا بحبك جدا وبتاع، فانا حسيت ان هي ملخبطه. فقالت لي، فانا قلت لها ساعات ما بعرفش ارد على فكره، فقلت لها ثانك يو ميرسي. قالت لي مش مريم امين؟ قلت لها قالت لي انا يارا. قلت لها انا عارفاكي، بس انا مستغربه ان انتي عارفاني لان كنا لسه بنبتدي، فاهم؟ فانا الحاجات دي مش بنساها خالص. لا 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 بتفرق معايا في نفسيتي مهما عدت السنين بتفضلي فاكراها للشخص ده. ماشي فاكراها طبعا. اوكي. وبحب كده وانا بعمل كده. اوكي. يعني انا لما حد جديد بيبقى طالع انا بحاول اجيب رقم تليفونه، وحتى لو مش جديد يعني حتى لو حد ليه وزنه في السوق وممكن تلاقيه شفتي له حاجه حلوه ممكن تكلميه تقولي له. بس مين ببقى عايزه اروح للجداد اللي عملوا حاجه. يعني ما اعرفش، بحس ان انا عايزه اعمل اللي اتعمل معايا. يعني في وقت كده بحس ان انا هو اتعمل معاكي كتير يعني ولا موقفين 3 اللي حكيتيهم لي؟ موقفين 3 واتعمل عكسه كتير. فانا بحاول ان انا اعمل صح، ان انت ما تعمليش الحاجات المطبات اللي حصلت لك مش عايزه تديها لحد يعني. يس اوكي. طب لو قلت لك على البرامج بتاعت الستات، برامج الستات مبدئيا كده انتشرت جدا 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 وبقت كل القنوات عندها نفس الاسطمبه دي. اكتر برنامج ممكن تقعدي تتفرجي عليه بالاول من قبل الاسامي، بتتفرجي علشان الاشخاص لو في حد بتحبيه اكتر من التاني، ولا علشان يمكن يبقى في حاجه لذيذه او مفيده تتقال؟ هو انا هجاوبك اجابه ما اعرفش هتصدقني فيها ولا لا. انا ما بقيتش اتفرج على برنامج كامل خالص. لا يعني ممكن تتفرجي على قصدك فيديوز على السوشيال ميديا مثلا بس كده. وعلى حسب محتواها ايه. لو لقيت نفسي في المحتوى ده، يعني مثلا محتوى بيتكلم عن حاجه لمساني في الفتره دي، ماشي اتفرج. حاجه عن البرج بتاعي اتفرج كده، الحاجات اللايت دي. ولا ممكن يبقى مين ده يا اما يقفلك يا اما يشدك؟ هما اصلا كتير قوي والله العظيم. طبعا الخصهم لك. الستات ما بيعرفوش يكذبوا، هبه الاباصيري ومنى عبد الغني والشله. الستات سهير جوده ومفيده شيحه والشله، والسفيره عزيزه اللي هو سالي شاهين ومدام سناء منصور بتطلع معاهم، وجاسمين طه زكي، كله على عيني وعلى راسي. بس انا بقولك في الاخر بتبقى الحاجه اللي هو الماده اللي جوه الفيديو ايا كان. بس لو حتى الشخص مالكيش فيه او لو حتى الشخص حبيبي. لا لو الشخص ماليش فيه مش هتفرج. مش هتفرجي اصلا حتى لو الموضوع يخصك.
لا طبعا، ولا هو ولا الموضوع ولا عايزاها خالص، لا. طب لو كان حبيبك بس بيتكلم في موضوع بلح يعني، قمر اقعد اتفرج عليه عادي طبعا تستحملي عادي؟ طبعا. عندي حاجة ومش عارف هي عندك ولا لا، انا ممكن يبقى حد صاحبي جدا مم. بس ما بستحملش اتفرج عليه او اسمعه، وعندي حد ممكن اكون ما بحبوش شخصيا بس ممكن اتفرج عليه او اسمعه. عندك ده ولا بتعرفيش تفصلي الفصلانة دي؟ لا اصل انا فكره احب وما احبش دي لازم تبقى حاجه شخصيه. ايوه انا قصدي كده. اه يعني مريم انا دلوقتي ما بحبكيش اوكي ماشي، انا فعلا ما بحبكيش بس انا انا ما عارفه بحبك انا عارفه. انا ما بحبكيش بس مم. انتي ممكن تبقي بالنسبه لي مذيعه شاطره جدا، فلما اسمع برنامجك وانا في العربيه هقعد اسمعك، او لو شفتك في التلفزيون بتعملي انترفيو لذيذ هقعد اتفرج عليك عشان انا عارف انك شاطره، عشان انا مقتنع بشطارتك، بس انا ما بحبكيش شخصيا. وعندي العكس، لا انا ما اقدرش. عندي العكس كمان. لا انا بقول لك انا كده، فانا ما بقدرش لا ما بحبكش، انا اسفه، لو معاك ابويا مش هتفرج عليك. خالص. اوكي. ما انا مش مستحملاك. طب لو حد يعني بتحبيه على المستوى الشخصي بس هو مش شاطر، ما تقتنعيش بيه، ما تقدريش تسمعيه، تفكري في مين؟ ها، انا عندي كده حد، عندي حد يعني مذيع وحد مذيعة، مم. او اكتشلي هما يمكن 2 و3 حاجة، عدد يعني عدد كبير يعني. بحبهم على المستوى الشخصي، يعني ممكن اقف معاه واهزر ونتكلم ونسلم ولا لا لا لا، مش لازم تسمعه بقى. ما بقدرش اسمع، والله ما ايوه ما انت بستحمل. مش لازم تحبه بره بقى، خلاص ما احنا هنعمل عندك نفس ايه. الكلام ده؟ اه طبعا عندك؟ طبعا. انا بنسبه، لا يعني في ناس كتير بحبها على المستوى الشخصي اه بس ما تقدريش تتفرج عليهم بس او ما تسمعيهم، بشوفهمش ما تقدريش. والعكس زي ما قلتي من الاول، لا ما بشوفوش برضه. انسي. احبه لو انا ما بره. بحبكش على المستوى الشخصي مش حتى لو انت اشطر واحد في العالم. على فكره انا ما بكرهش، بس مش يعني انت مش في الليسته بتاعتي الفيفوريت، انا مش لازم يكون في احتكاك، اوكي. ولا من قريب ولا من بعيد، ولا اشوفك ولا اتكلم عليك ولا يجي اسمك، ما بقدرش. صعب. احبش. ها. ما احبش يعني يعني ما بركز، مش ببقى خلاص بتبقى في حاجة هنا قفلت. ما بقدرش. بشوفك بقى كداب، بشوفك مدعي، بشوفك دمك تقيل، بشوفك اي حاجة اللي بيها ما كنت يعني انت خيبت ظني فيك. ما بتتحرجيش طيب؟ يعني لو حد من اللي انت مالكيش فيهم دول اتقابلتوا في ايفنت مثلا فجي قال لا لك بسلم وكل حاجة، وانا بحبك وبتاع، فانت غصب عنك المفروض تقولي وانا كمان وما بتاع عادي. ها، بوكر لا ما فيس. ليه اقول له حاجة مش حقيقية؟ صح ربنا كده؟ يخليك، ميرسي. لا اصل انا بسالك الحاجات دي، انا كده، بس انا بسالك الحاجات دي عشان انا بشوفها منتشره جدا في الوسط، في بص، الاوساط المشاهير انا هقول يعني. لك حاجة تأكد ان انا عايشاها. مم. يعني مش هقدر اقول لك شفتك كنت تتجنن وانا اساسا مش طايقاك. يا ليه؟ لهوي انا ما بشوفش غير كده يا مريم. لا ما اعرفش اعملها. عشان كده عايزه اقول لك على حاجه، انا في فتره كنت حريصه ان انا اكون بعيده شويه عن الوسط الفني، مم. علشان خاطر في ناس، انا يعني في ناس بتبقى فاكره ان هي لما عملت مشهد بقت نجمه مم. وبتتعامل معاك من المنطقه دي. انا مش هعرف اعمل لك ده لما اجي لك لما اجيبك في انترفيو او اجيبك في انترفيو. انا مش هعاملك ان انت سعاد حسني، مش هقدر. صعبه. اديني برضو يعني اديني شويه من شخصيتي ان انا اعاملك. مساحتي، اديني مساحتي، اديني مساحتي ان انا اقدرك، يعني سيبيني اقدرك، سيبيني اقدرك، لكن ماشي. ما تفرضش انت نفسك عشان انت عملت حاجه يبقى انت المفروض ان انا اشوفك بالطريقه اللي انت عايز نشوفك بيها. انا في أوكي. مره حصلت معايا كده، في مره وانا ودي قفلت معايا قفله سودا. كان حد ونجح جدا في رمضان، وكنا بنعمل معاه انترفيو، كنا في الاوبرا ونجح صدفه. صدفة. النجاح ده ما اتكررش، ما يعني اتكررش تاني بعد لا كده؟ لا لا ما أوكي. اتكررش، ما شافهاش ماشي. تاني، وكان باين انه صدفه بس نجح. ماشي. تمام. احنا واقفين كنا صغيرين برضو، فبقول له معانا الفنان، فراح عامل ستوب، هو عمل ستوب، معلش بس ممكن ميه، هو عمل حركه كده علشان يقول لي انا مهم يعني. لا قال لي يعني ومعانا النجم بقى. انا الاول عملت نفسي ان انا ودني دي بس بقتش كان الناحيه دي، فرحت له سوري، قال لي
لا النجم بقى يعني احنا بنتكلم بقى على نجاح منقطع النظير، وانتي شفتي وبتاع يعني فنان ازاي. فانا سكت كده قلت له ده هيرضيك؟ قال لي اه طبعا. قلت له خلاص لا من عينيا الاتنين. فجه المخرج هو اللي عمل مشكله، قال له حضرتك وقفت ليه التصوير وبتاع ومش عارف ايه وكده، واتاخدت في مش طالعه من بقي يا كريم. فرحت مش قايله قادر. برضو الفنان مش طالعه من بقي، ما انا بني ادم مش على غلاسه فكره. ولا غلاسه؟ هنا انا حسيت انه لا انت ما تفرضش عليا بس حاجه، كده اللي هو انا هقول اللي انا عايزاه يعني. انت بتفرض عليا يعني زي بالظبط اللي بيبقى عامل حاجه وهو من وجهه نظره ان انت لازم تسقف عليها. انا اللي اسقف مش صح. انت اللي تجبرني صح. ان انا اسقف لك. تعرف في يوم من الايام بمناسبه التسقيف ده كنت بشتغل في مكان، وبعدين المدير بتاع المكان ده جاب عود واحنا قاعدين كده اوت اوف نو وير، مره واحده جاب عود وراح قايل هسمعكم حاجه تي 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 دي اي كلام بيتقال. فانا ما علقتش، خلص فانا زي ما انا يعني، ولا سقفت ولا قلت الله بس والله يا مريم كل اللي قاعدين الله يا ريس ايه الجمال ده يا ريس مش ده كان مدير؟ اوكي. زعل مني جدا ان انا ما سقفتش ولا ابتسمت ولا قلت له الله ولا ايه الجمال ده ولا اي حاجه، وفضل شايل مني. يعني عدت شهور وكان هو مديري، فضل شايل مني جدا بسبب موقف زي ده. فانا مش مع ان انا زيك، انا ما بعرفش اطلع حاجه غير لو هي طالعه لوحدها. وعشان كده حتى بقيت انا بسالك على الصحاب والحاجات دي في الاول ليه، لانه انا ما بقيتش احب اقعد في قعده غير وانا الكلام بيطلع لوحده بس كده، وما تفكرش فيه لما تمشي. انا لوحدي انا نفسي اتفاجئ باللي انا قلته فاهمه؟ لكن جو بقى نرتب وهقول كده قبل وما كده. تركبش العربيه تكلمني وتحلفني وتقولي مريم الكلام اللي قلناه ده ما يتقالش وده لا خالص يعني. انا بقى يعني بحب اللي يطلع. انا قاعد مع صحابي اللي بحبهم وعارف ان هم بيحبوني وخلاص على كده. هي دي يعني انا بشوف هم الصحاب دول المفروض في عرف تربيتي انا او في عرف ما انا شفتها من ايام المدرسه وكده، هم اخوات بس من بيوت تانية. فانا بتعامل معاهم ان هم جيجي ورامي، يعني اختي الكبيره واخويا الاصغر. انا بتعامل من المنطلق ده، فما بعرفش افهم بقى الحاجات التانية. ودي حاجه انا ما عرفتش اغيرها. يعني انا حقيقي وربنا شاهد على كلامي، انا ما عرفتش اشوفها زي ما بيتعامل كان معايا. اوكي. يعني انا ما اعرفش ان انا ما اعرفش افرح دي. يعني ايه ما اعرفش افرح لك؟ ليه يعني انت هتاخد مني حته؟ بس لو حتى في مواقف ما بينكم، ولا انت بتتكلمي على ناس الدنيا ده بالعكس، ده حتى لو حاصل موقف وانت نجحت في حاجه، ده الفرحه تخلص اي موقف. فرحتي بيك وفرحتك بيا. لا تسي احنا مقطعين بعض ماشي، وشوفتك انت رحت قدمت كاس العالم. ايه مش هستناك في المطار بالخيل والورد لا مش كل الناس هتعمل كده. ايه يا عم القرف ده؟ مين لا ده لو اصلا؟ احنا اصحاب، لو احنا اصحاب قوي يعني. ايوه انا بقول لك يعني بالعكس، ده في مواقف تخلص اي سوء تفاهم، المحبه تغلب. ماشي فاهم؟ دي مش موجوده خالص بوبي يا با. طب قولي لي قبل ما ادخل على اللي بعد كده، اقرب ناس صحابك في كار الاعلام مين؟ رامي محسن. ماشي. رامي محسن، لان الناس اللي ما تعرفوش ده كان مديرنا الاول في نجوم، يعني هو يعني احسن مدير انا اشتغلت معاه في حياتي. والله العظيم. يعني انا كسبته اخ وصديق وكسبته في الحته الانسانيه، لان انا كان في مثلا اوقات بتمر عليا مثلا هو اللي هو انا ممكن ابقى نفسيا غير مؤهله ان انا انزل الهوا. والهوا مسؤوليه على فكره للناس اللي ما بتبقاش واخده بالها وفاكرانا ان احنا بنتكلم بتعملوا ايه يعني. يعني الغلطه بجون. فانت لازم تبقى رايح نايم كويس. انا بتعامل معاه ان انا في معسكر. يعني حلقه الخميس من اتفقنا دي، واشكر ربنا جدا جدا على كيرف التجربه اللي ماشي مع الناس بطريقه معينه انا اديت لها من تركيزي يعني. ماشي. وبحبها، بحب التجربه دي. رامي كان في وقت ابقى نفسيا مش مؤهل، عندي خناقه، عندي اي حاجه، يقول لي مش حاسه انك قادره تيجي ما تجيش. مفيش بقى كده دلوقتي. الحته بتاعت دي مش موجوده.
ويجي في وقت اقول له مش قادره اشتغل، مثلا يبقى رمضان وهنسجل، مم. يقول لي هتبقي على الجريد، يعني هتبقي على الجريد، مم. اتشقلبي طلعي برنامج، مش هينفع ما تبقيش موجوده شهر. مم. فرامي على يعني انا بعتبره يعني من اقرب الناس ليكي في الشغل يعني. رامي محسن، حضرتك، وابراهيم فايق، و كده. اوكي كفايه قوي. حلو قوي، شكرا احنا هنطمع شكرا زي الفل. يعني. ماشي. هندخل بقى على حصل ولا فنكوش، حصل ولا ما حصلش. دي عباره عن ايه بقى؟ هقول لك تسألني. على حاجه قولي لي حصلت ولا لا. ماشي حلو اوكي، كده، بس يلا تشرحي بينا. لي يعني. ماشي، انت قاعد لي النهارده. ماشي. شلتك في الوسط اختلفت عن زمان؟ طبعا. ده قبل ما اكمل. طبعا. وانا ما عنديش شله عموما يعني. مش شلتك قصدي يعني، عشان اللفظ ما يتفهمش ان انت بتوع شلل. اصحابك، الناس اللي كان المعروف ان مريم صاحبتهم، ما بقوش هم في السنين الاخيره. صح. بسبب اختلفنا. هم اختلفت شخصياتهم، انا اختلفت شخصيتي، نظرتي للدنيا بقت رايحه في سكك تانية. تقييمك للبني ادمين بيختلف يعني مع الوقت، مع خبرات الحياه، ومع مواقف ومع حاجات بتوصل لك، فبتربط احداث بحاجات. فطبعا يعني وده شيء صحي، انا مش بشوف احنا مش مكتوبين على بطاقة بعض. فاذا انا مش هكون شخص امين معاك، وشخص بيضيف لك، وشخص تبقى انت حاسس ان هو بلاك بوكس عليك، لان ده مطلوب جدا جدا لو احنا بنعتبرها زمالة صداقة، فاذا خليها زمالة فقط، مش لازم تبقى اقرب من كده. ماشي. حصل ولا ما حصلش اكتئبتي في فترات كتير قوي في مشوارك ده وفكرتي انك تعتذري؟ لا اعتذر لا، بس فكرت اسيب مصر، فكرت امشي. طبعا. ليه؟ عشان صعب ان انت تكون في بلد عربي اخر شقيق اهتم بيك وكبرك وعمل لك اسم وكان مراهن عليك واستثمر فيك وتجربتك معاه كبيرة وناجحة وملفتة وصعب عليك لما تيجي مؤسسات أجانب يجوا يختاروا زي الكاف وزي الفيفا وزي حاجات كتير قوي كده، وفي الآخر على أرض الواقع أنا مش عارفة ال10 سنين اللي فاتوا دول الخريطة الإعلامية مريم أمين واقفة فين فيها. يعني ممكن دلوقتي أنا بعمل نجوم FM كده، بس أكيد كواحدة يعني الناس بتقول عليها إن هي شاطرة، مش تجربتي أنا، لا أنا ما أقدرش أحكم عليها، وأنا بحكم على طموحي أنا، يعني أنا بحكم على حتة أنا عارفة فيها ممكن أقدر أقدم إيه. فبالتالي بتحس إن أنت محبط بصراحة. ففكرت في وقت إنه مش اعتزال يعني، حتى لما كنت بفكر إن أنا أسيب هنا ما عنديش دراسة للخطوة اللي بعديها، لأن دي لحظات بتبقى بتقفل تقفل تقفل، بعدين تلاقي ربنا تعالي اتفضلي. يعني ساعات بحس والله العظيم يا كريم، بص بحس إنه أنا طول الوقت في اختبار من ربنا، إنه بيشوف النفس طول قد إيه في حتة إن أنتي واثقة فيا ولا لأ، ولا أنتي بتكلميني بالمنطق الأرضي البشري بتاعك. يعني لو واثقة فيا، طب أنا هستني بقى، هشوفك هنا هتعملي إيه. أفتكر إن خلاص حتى هتفتح، أوبا أهي الفرصة جت، ألاقي الباس يعني، ألاقي الماشية طالت، التراك طول، بقعد أقول له طب إيه، إزاي يعني معقولة من 2015 لغاية 2024 ايه ازاي؟ فلاقيه في النص يقوم مديك حتة ألماس، وبعدين يديك حتة ألماس تانية، وبعدين يديك حتة ألماس تالتة. فأنا حاسة أو أنا وصلت كده ليقين جوايا، هو يمكن ربنا ما كانش عايز يغير أي ظروف حواليا، بس هو كان عايز يغيرني أنا. الظروف هتتغير بالوقت، بالتجارب، بالفرص، ببيبان تتفتح، بحاجة هو محضرها لي مجهزها لي، دي بتاعته. اللي عليا ان انا اكون ستاند باي، ان انا اكون طول الوقت اولا من جوايا
زي ما انا قاعده قدامك يقيني بان ربنا هيفرح قلبي فرحه مش طبيعيه ما بيتهزش. ومش هقدر اقول عوض لانه مش ربنا اللي معطلني او مش ربنا اللي كان سبب في حاجه، بالعكس خالص. فانا حاسه ان هو شغال عليا ليا، اداني محبه ناس من التولز بتاعت الميديا انا كنت مستبعداها. انا النهارده الناس بتحبني من الراديو، مع ان انا كنت شايفاني انا ترتتاوس ولفنا صباح الخير يا مصر بستوب، اللعب مع النجوم، مش عارفه ايه، انت بتتكلم اللعب كل حاجه اتعملت. مصر النهارده البيت بيتك، مفيش حاجه ما اتعملتش. بيليه، اسمه ايه، كاريم بول اللي جه كان اسمه كده صح؟ كاس العالم. ولا قصدك صامويل ايتو؟ لا، وصامويل ايتو. ومش انا لا، في كده حاجات كل شويه هو بيفضل يعملها بتاعته، مش بشر. طب انتي لما اتجهتي للتمثيل كانت الفكره الاول انك تعوضي حاجه ما حصلتش في الشغلانه الاساسيه، ولا انتي بالنسبه لك اللي بتحسيه عايز تعمليه وخلاص؟ لا، لو كنت عايز اعمل كده كنت سبت الاعلام خالص. انا ايه اللي مصبرني عليه؟ طب انتي ليه ما مثلتيش من زمان؟ عشان البيت. مامتك رافضين؟ يا اختي، ولا كانوا رافضين؟ هما زمان كانوا بيتعاملوا ان احنا سجن النساء. عارف اللي هو تمثلي تتجننتي. طب ايه الفرق ما بين التمثيل والاعلام؟ ومين قالك ان الاعلام كان سهل عشان ادخله؟ اوكي. كان في خناقات وحكايات؟ طبعا. ومش بابا ماما. يا باباكي ما عندوش مشكله بس مامتك اللي عندها مشكله؟ لا، بابا ما عندوش مشكله. بابا بيسيبك بس ماما هي ماما دي سهله. اللي هو امين البنت هتبقى في خطر. امين مش عارف ايه. ماما عندها حته امين، خلصت الموضوع انتهى. كلام امين. وبابا بقى يا عيني يبقى عايز يعني يلطف الاجواء كده بينا وبين بعض. ماما خايفه عليكي. يعني هي لو ما خافتش عليكي تخاف على مين؟ طب ادوني فرصه. ماما كانت بتخاف نطلع رحلات مع المدرسه. احنا في الحته دي. ايوه. انت بتتكلم في انه لا 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 بنتي تبات بره. يعني ايه بنتي تبات بره؟ يا ماما دي المدرسه، السورات طالعين معانا، الراهبات طالعين في شبه دير في الصعيد نخدم الناس. تروح المدرسه تقعد مع السورات تسال رايحه كده بقى. دي ماما. اوكي. فانتي دخولك التمثيل ده في الفتره الاخيره كان بعد صعوبات كبيره، بس كان الهدف منه هو انك تحققي حاجه عايز تحققيها ولا كده؟ فضا. انا مش متعوده ان انا اشتغل يوم واحد في الاسبوع. يعني رحت خدت ورك شوب، ومن الورك شوب هنا في مصر. رحت خدت ورك شوب وكانت مع رامي الجندي. بحييه جدا لان رامي من الكوتشز المهمين اللي بيشتغلوا. يعني منى زكي اشتغلت معاه في تحت الوصايه وكده، واضح سمعت ده يعني. وهو نفسه قعد معايا كده، كنا جروب حاجه، كنا عدد، وكنت بكسر كمان جوايا حاجز الكسوف. اصل في حته الناس مش فاهماها وانت صغير. احنا مش معنى ان احنا برضو يعني بنبقى على كونتاكت مع الناس ان انت يعني بجح. اللي هو لا يا جماعه بنتكسف وكده. فانا اما رحت خدت ورك شوب كان في جزء كبير وكانوا اصغر مني بكتير يا كريم. اللي هما العيال الصغننه اللي عايزه لسه تبتدي تعمل يعني في 18 وفي 22 وكده، وانا قاعده بقى قبله قاعده. والله العظيم اللي هو ايه. وكنت بروح بقى في اوحش حالاتي. حاجه مش مريم خالص يعني. ليه بقى؟ مش عايزه حد يعرفني، مش عايزه حد يتكلم. يعني انت لما تروحي انت مش مظبطه نفسك، مش عارفه ببقى عامله حاجات وقاعده، وفعلا ما كانوش في الاول عارفيني. ما انا مش موجوده. ماشي. انت عايز الصراحه الكامله. في ناس كانت شاكه، في 2 عرفوني وفي مثلا 10 ما عرفونيش. ماشي. وكان بالنسبه لي مش هقدر الومهم، انا مش موجوده. ماشي. بس انت ما كنتيش عايزه تتعرفي ليه؟ عشان عايزه افك. عشان عايزه افك جدا. وبعدين اكتشفت انه لا، انت مش هتفضلي بالكاب يعني. ما ده انت هتشيلي وهتحطي
وهتتنططي وهترقصي وهتعيطي وتعملي ده ليله. ما انا مش فاهمه الورك شوب دي برضو واخداها بالشوكه والسكينه بالستيكس بتاعت السوشي يعني. آه. فالراجل بقى رامي ده من تالت او رابع سيشن خدني على جنب كده، وكان عنده كان هيطلع زي فيستيفال في ميلانو او حاجه كده، وكان عايز بيتفق معايا، بس خدني على جنب كده قال لي انت بتعملي ايه؟ قلت له يعني. قال لي يعني ازاي تعملي كده في نفسك؟ قلت له هو ايه؟ قال لي انت مذيعه ليه؟ ازاي ضيعتي السنين دي كلها في الحته دي؟ انت عارفه لو كنتي ابتديتي من زمان كنتي وصلتي فين؟ انت عارف ان انا اول ورك شوب او اول يمكن كاستنج كنت انا وعمرو يوسف. هو فكرني بيه السنه دي ما قابلته في الساحل. انا وعمرو يوسف كان لسه عمرو ما عملش الدالي، كان لسه كان لسه وقالوا لي اوكي ماشي. رجعت الماما قالت لك لا، الموضوع ده اتقفل، احنا بنعيده تاني. انت روحتي امتى؟ انت بتروحي من ورانا، انت بعرفش ايه. فكانت كده. فكان عندي بتاع 600 سنه ضاعوا ان انا مش هعرف اروح في حته. وبعدين التمثيل يا تتفرغ له وتدي له حقه. يعني انا لما كنت بصور ملوك الجدعنه وبسافر وبتاع ده، انا هاله كانت في الاخر ممكن ترفدني بعد كده، لان انا كانوا بيصطادوا الخميس. يعني في مشاهد او في ايام معينه كانت الخميس. اوكي. عشان اظبط اسافر وارجع لا يعني صاحب بالين كداب برضه، انا ما اعرفش اعملها تاني. يعني لازم يبقى في تقسيم وقت. اوكي. طب اسالك بقى على القرين التانيين بسرعه. يلا. ده هو لسه يوه بس بسرعه جدا. طب يلا بسرعه جدا. اقرب ناس ليكي في وسط التمثيل كممثلين كممثلات كمخرجين مين؟ كاصحاب ليا يعني. طبعا عز، كرارة، اكرم، هشام عباس، الله يرحمه يحسن اليه عامر منيب. ماشي. لو انتي النهارده جالك 3 مسلسلات مطلوب انك تتفرغي لواحد فيهم وانتي هتبقي بطلة قدام البطل. اوكي. احمد عز ومحمد امام ومحمد رمضان، هتختاري مين؟ بحكم الصداقه مثلاً والعشره والحاجات. بص انا محمد امام بحب انا بالنسبه لي دمه خفيف. واللي قمر كمان كريم محمود عبد العزيز. طبعا بيضحك جدا. مش ممكن. يعني كريم محمود عبد العزيز ده فانا بالنسبه لي سكر. لا هستخبى في عز عشان صحاب وفي ما بيننا يعني يمكن كده اللي هو ما حدش بقى يضايقني عشان انا يعني فاهم. هو بقى يتصدر صاحبة البطل يعني. صح يعني فاهم اللي هو ممكن بقى يخبيني كده معاه يعني. بس يعني مع احترامي طبعا للاتنين التانيين، بس ممكن استخبى في عز يعني. لو قدامك 3 افلام دلوقتي تتفرجي عليهم، وبرضو زي ما قلنا في البرامج ال3 قنوات معلقين، هتتفرجي على فيلم يحيى الفخراني ولا فيلم نور الشريف ولا فيلم محمود عبد العزيز؟ استنى. لا هيبقى استاذ نور وبعدين وراه استاذ محمود. والله كنت فاكر هترتبيها ترتيبه ثانيه. ماشي. لا أوكي. استاذ نور لا ده كانوا دول العتاوله دول، استاذ نور واستاذ محمود وبعدين. اوكي. طب لو ستات قدامك برضه 3 افلام 3 قنوات معلقين او الريموت ضايع، انت تلفزيونك غيره يا بابا؟ مش عارف هنغيره. نبيلة عبيد، نادية الجندي، يسرا. انا بحب يسرا قوي. ماشي. يسرا is the diva of all divas يعني. العبيد بأفلامها بحكاياتها بكل حاجة كله. نبيلة دي الأنوثة المفتقدة. ماشي. يعني دي الست في لبسها، في طريقتها، في لون شعرها اللي كانت لغاية النهاردة فريدة بيه كده. ست ناعمة، ست جميلة، ست. أنا أصلي بحب جمال نادية لطفي. أوكي.
نبيلة عبيد لا ما اللي هي تستعجليش على القدام، اسالك عليهم برضه. لا انا نبيلة عبيد في الراقصة والسياسي ايه. لا هي كمان بتعمل افلام حلوه، انا سونيا بتختار. سليم يا كانت بتختار جدا، بتعمل افلام مواضيع حلوه يعني. ايام في الحلال لسه كنت مم. بتفرج عليه على روتانا. ايه الست دي؟ مم. لا 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 هي في حتة كده. انا بحب الست تبقى كده. ماشي. لو رجعنا وعشتي في الزمن بتاع الابيض واسود يعني، وتقدم لك حد من تقدم لك التلاتة دول، واكيد مش هتوافق على التلاتة يعني، هتوافق على حد منهم. مم. شكري سرحان ولا عمر الشريف ولا احمد مظهر؟ مين بالنسبه لك لو انت عايشه في الزمن ده كان يبقى فاتح احلامك الشكل ده؟ الله شكله حلو قوي يا جماعه. رشدي أباظة او حسن يوسف. اصلا ماشي. اوكي. رشدي بفكرة رشدي ماشي. سكر يعني ماشي. اللي هو كومبو ما يتكررش كتير. عمر الشريف انا هلف وراه كتير قوي لانه لغات وهيبقى مصر وبره مصر وبتاع. رشدي كان هيبقى معانا هنا يعني هنا. ماشي. وحسن يوسف في خفة الدم وبتاع. السكر ده برضو انا بحبه جدا. ماشي. مغنيين الاول ليكي في المزيكا تسمعي مين اصحابك؟ طب في الاول في الوسط ده في الغنى تامر حسني من زمان. ماشي. بيغير تليفونه كل 19 دقيقة فبالتالي ما بقتش اشوف، ما اعرفش عنه حاجة. بس انا بحب تامر. اوكي. عمرو دياب طبعا. طبعا عمرو في حتة كده. ماشي. بحب الشعبي. مين؟ يعني بحب بوسي وبحب الليسي وبحب الاندر جراوند. انا بحب يعني بتسمعي كل حاجه. بحاول. حاجة. ويجز حتى شوف انت بتعرف تعمل ايه وهو بيعرف يعمل ايه، انا بعرف اعمل ايه. ان هو يخليني احفظ يعني. ويجز عنده حته تخص الجيل الصغنن يعني. احنا بعيد شويه ان انا لساني يجيب بالراحه هفهم. بحفظ يعني، بحاول احفظ يعني. بس هو حاله وكفايه انه بيتهيألي العربي الوحيد اللي غنى في كاس عالم كمان. لا النجاح اللي هو فيه يعني يجنن. يجنن ده حقيقي. يجنن وموهوب وشاطر. وعنده ميزه كمان بصراحه. انا كنت فاكر ان هو كشخصيه يعني بره الفن يعني انه هيبقى الشاب الفاضي اللي ما عندوش حاجه يعني هنا، بس اكتشفت ان المشكله خالص عنده حاجه ما يعرفش يعمل كده غير اللي عنده هنا. وممكن يبقى عنده شباب وسن وتجربه. لا بس قصدي انه ممكن يبقى يعني شخص فاضي جدا ما عندوش غير موهبه انه بيراب وبيتراب وبتاع، بس ما عندوش حاجه. في بقى جنبه ناس كده هو لا عارف يعني. هو فصل في ناس فاضيين كتير. بس هو مش فاضي، هو بجد في حاجه هنا حلوه قوي كمان. يعني فاهم بيقول ايه وبيعمل ايه وبيخاطب مين وبيقول كده امتى وكده مش امتى يعني. عشان كده خلى اللي اكبر منه في السن يحبوه. يعني افتكر دايما كان بيبقى فيه نقد من كل جيل سبق للي بعديه ويبقوا مش قادرين يتعاملوا معاه. صح جدا. كيفي كده انا بموت فيه، بحبه جدا. وكل ما اغنيه عنده تسمع بحبها. ماشي. عمرو دياب تقريبا الوحيد في جيله اللي لسه ايه اللي عنده مش عند حد تاني في جيله كله. اللي عنده هو اللي عند محمد صلاح، هو اللي عند احمد عز، هو اللي عند كل حد ذكي. يعني الثلاث اسامي دول انا بحسهم هم مركزين على نفسهم قوي. بس مركزين قوي 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 على نفسهم. عمرو دياب فرحة. يعني عمرو دياب انا فاكرة انا كل اصحابي انا كان نفسي اتجوز عشان الحق عمرو دياب لحسن بيقولوا لي هيعتزل قريب وحاجات كده. انا عايزه اتجوز، نفسي عمرو دياب كان يغني لي في فرحي. انا حاضره عمرو دياب في 900 خطوبه و800 كتب كتاب وفرح. كفايه لما بتسمعه بيغني من ورا الكواليس. الفرحه هي الستات والرجاله الكبير والصغير لما يعمل المدلي بتاعه ويغني. لا الراجل ده أسطورة. مش ايزي ان حد يوصل للي عمرو دياب واصل له. صح جدا. بيعجبك نجاح مين اكتر؟ رامي صبري ولا تامر عاشور ولا احمد سعد؟ احمد محلوة الدنيا معاه دلوقتي ما شاء الله، شاطر. تامر عيطني عيط
يعني و... واغانيه ملفتة في فكرة. رامي ماشي معاك بالراحة بقى، يعني رامي. وشفت له على فكرة حفلات قوية جدا. جمهور على فكرة جدا. تامر جمهوره مش طبيعي. تامر عاشور. رامي صبري جمهوره مش طبيعي. التالت كمين؟ احمد سعد. واحمد سعد جمهوره مش طبيعي طبعا. لا التلاتة حلوين ومش بيقلدوا بعض. صح جدا، كل واحد ليه ستايل وليه شكل، مع انه في شجن في حاجات يعني especially بين رامي وتامر. في شجن في كتير في الاغاني. بس كل واحد في منطقته. ماشي. هي في خناقه كده حصلت في مصر في الشهرين اللي فاتوا دول، مش عارف انا كنت ابتديتها ولا هي كانت ابتدائيه وانا كملت عليها. المهم يعني انه مين اقوى صوت نسائي في مصر؟ هو انت اللي كنت ابتديت الحركات دي؟ غالبا الدنيا قامت ما عادتش. شيرين ولا انغام ولا امال ماهر؟ كل جمهور منهم بيشوف مواصفات النجمه بتاعته ان هي مش عند التانيين. بتشوفي ايه عند مين؟ عنده ايه فيهم؟ مين متصدر المشهد في الستات؟ لا هي كل واحدة بتنزل بألبومها او بأغانيها بتتصدر المشهد في وقتها، وده دليل على انه هي قوية. ما هي ممكن تنزل ما تعملش حاجة. ممكن تنزل يقولك لا التانية هي اللي اجمد. لا استني بقى لما نشوف فهي كل واحدة بتنزل بتكسر الدنيا. ماشي. فالتلاتة جامدين، وانا مش شايفة ان في اي تعارض على فكرة. لا الالقاب مهمة ولا طبعا. انت شايفاها انها مش مهمة؟ لا الالقاب دي بتهيالي مع الفنان المليان هو احساس. هو انت الاحساس بتاعك ونجاحك. بص على الحفلة، ما تقوليش لقب، بص على الحفلة. بس الكلام ده من زمان برضه يا مريم. يعني مثلا في فترة الثمانينات حصلت الخناقة الشهيرة بتاعت نجمة الجماهير ونجمة مصر الأولى، نادية الجندي ونبيل عبيد. انا كانوا دايما بيصروا ان التتر يتكتب عليه الكلمة دي عشان انا النجمة الأولى مش هي. بس عارف ليه بقى كمان؟ ده من زمان. بس عارف انا بحس ايه؟ ان بيبقى في النص في ناس هي اللي كبرت الموضوع ده في دماغك وفي دماغي. بس لو تكلمني انا ولو تكلمك انت بطريقه سيبريت مش في دماغنا. مش في دماغنا. تفتكري الناس مش في دماغها؟ يعني اللي بيتخانقوا الخناقه دي او جمهورهم بيتخانق الخناقه لان في في نجوم كتير جدا ما لهمش القاب. يعني مثلا النجوم اللي بيبقى بالنسبه لها انا رقم واحد او انا اهم واحد، بيبقى هو بس اللي مهتم بالموضوع ده، كل المنافسين مش فارق لهم. ممكن. يعني هل تفتكر كريم عبد العزيز مهتم ان هو يتقال عليه ايه؟ عمرك شفته يعني ماسك في لقب كده وماشي بيه وهتقولوا لي كده يا مش لاعب معاكم؟ لا طبعا. فعلى حسب الشخصيه في الاخر يعني. على حسب كمان ما هو الفكره كلها هو مين اللي بيدي اللقب؟ الجمهور بس. اوكي. الجمهور هو اللي بيقول عليك ان انت فخر العرب. الجمهور هو اللي بيقول عليك ان انت مش عارفه يعني. الجمهور هو اللي بيقول. طب بذكر بقى كل الاسامي اللي احنا قلناها في الحلقه دي من اولها لاخرها من غير اسباب، من غير شرح، من غير اي حاجه، لو قدامك الفرصه انك تعملي لقاء مع شخص مصري بكره بالليل، هيبقى مين؟ محمد صلاح. مريم انا بشكرك جدا على وجودك معايا وبسطت جدا بالكلام معاكي. تفتكر الانترفيو ده هيوديني فين؟ هيوديكي انك تعملي انترفيو مع محمد صلاح. يا راجل. والله هتشوف. تفتكر هتعملي كده في يوم من الايام. انا بحبه جدا وبحس احتمال مش بكره بالليل، ممكن الاسبوع الجاي، ممكن الشهر الجاي. ماشي انا موافقه. لا انا عايزه بجد والله. اولا اشكرك ميرسي. انا عرفت ان انا بكوره الاعلاميين اللي جم قعدوا على الكرسي ده يا جماعه. يعني هو جرب فيا انا النهارده يعني. انت لا بس انت طب انت استضفتني ليه والنبي؟ وحيده وفريده فاهمه يعني انت الاثنين فلازم تبقي انت البدايه يعني. وبعدين انت ممكن على فكره تبقي الوحيده مش الاولى. احلف. والله انا حر. اوكي. I love you وميرسي ويا رب اكون جاوبت. انا حاسه ان انا اولا مش حاسه لا واتكلمت كده ومش مش فاكره انا قلت ايه اساسا. حلو، احلى حاجه. انا اللي بشكرك. انا اللي ونورتيني وبست اوف لك. وانت اعلامي مشرف، ومش بقولك كده عشان احنا اصحاب وقاعدين قدام بعض دلوقتي. انت عارف رايي فيك وعارف انا بقدرك قد ايه. انت حد
شاطر ومجتهد. وانا لما ببقى في العربيه وبيبقى برنامجك على نجوم اف ام بسمع، لان انت تحليلك كمان للمشهد الرياضي، انت ساعات بتقول حاجات من جوه المطبخ يمكن مش كتير بيجرؤوا ان هم يقولوها. صح. ف يعني خليك زي ما انت ويا رب اشوفك من احسن يعني انت في احسن ومن احسن الناس كمان. حبيبتي يا مريم، وده يعني شرف ليا والله حبيبي. كلامك ده. دي كانت حلقة جامدة جدا مع مريم أمين. ربنا يستر.